بكم سنة 2050 نفس المكان روما. ومعدل ما يقارب 3000 يورو كل يوم يطلعون من هاي النافورة. طبعا هسه اني 9 مترات تحت الارض داخل مدينة روم الرومانية القديمة. يعني بعد ما هنا تكمل يجي هنا تقطعهن يوزنوهن، يعني اعتقد هي هاي تكفي كل شخص. But originally I am from Iraq. Welcome to Egypt. انت مصري؟ يا سهلا. اجدع ناس حبيبي. بعد ايام جميلة قضيناها في فلورنسا وبيسا، نكمل وياكم رحلتنا في استكشاف ايطاليا، واليوم وصلنا الى واحدة من اعظم واقدم مدن العالم، قلب ايطاليا النابوذ روما، المدينة اللي فعلا كل شارع فيها يحكي قصة وكل زاوية تحمل تاريخ آلاف السنين. وفي سلسلة حلقاتنا من روما راح نعيش سوا أجواء العاصمة الإيطالية ونزور أهم المعالم الأثرية فيها، وراح نوصل إلى ما تحت شوارع روما ونكتشف أسرار المدينة القديمة المدفونة تحت الأرض، أماكن فعلا لم تصور من قبل وقصص نسمعها لأول مرة. فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تتابعون ويانا كل أجزاء رحلتنا المميزة في روما. هسه خلونا نبدأ المغامرة ونشوف مع بعض ما تخفيه لنا هذه المدينة الساحرة. بونجورنو من فلورنس. هسه هذا آخر صباح لي هنا بالكامب اللي فلورنس، ومتجه هسه حاليا إلى روما حتى أروح أرجع السيارة ونبدي رحلتنا إلى مدينة روما في إيطاليا. لازم نجي هنا نسوي تشيك اوت. Buongiorno. I will just do the check out. Okay. Okay, thank you so much. I really enjoyed my time here. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. You too. هسه سوينا تشيك اوت ومتجهين سياقة إلى روما. لازم أروح حقيقة للمطار لأنه أجرت السيارة أنا من المطار، فلازم أرجعها بنفس المكان اللي أخذت من عندها. ومن هذا المكان نبدي رحلة جديدة إلى مدينة روما. يلا خليكم ويانا. هاي بالطريق باعوا البيوت شلون صايرة على تلة، يعني هاي بيوت كلش قديمة، فالشي كلش حلو. على طريق بين فلورنس إلى روما. هسه وصلت إلى مكتب تأجير السيارات، فرح أرجع السيارة وأنتظر السائق ياخذني بالفان يوصلني للترمينال للمطار. من هناك اخذ قطار لوباس ونروح الى مركز المدينة في روما. باي باي. بقى الازدحام هنا مطار روما. May I ask you a question, Yes. please? I want to go to the city center. What? To the Rome terminal. Bus. You have to go downstairs. Downstairs. Outside to the right. Thank you so much. هسه رح ناخذ الشتل باص لانه هو ارخص طريقه واحد يروح بيها من المطار الى مركز المدينه. تقدر تاخذ قطار همينه، بس القطار تقريبا ضعف السعر 14 15 يورو، بس الباص اعتقد 6 7 يورو. بس هذا الباص راح يوديني الى ترميني ستيشن اللي هي المحطة الكبيرة الموجودة بنص مدينة روما. إذا تشتري بطاقة من المكتب من هنا سعرها 9 يورو، بس إذا تشتريها أونلاين 6 يورو، فبكل سهولة اشتريتها أونلاين وماكو أي مشكلة. وصلنا إلى محطة روما ترميني. بونجورنو من روما. أهلا بكم إلى وحدة من أجمل وأشهر النافورات موجودة في العالم، تريفي فونتاين. نافورة تريفي ليست مجرد نافورة جميلة، بل واحدة من أشهر وأقدم النوافير في العالم. يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام، إذ كانت في الأصل نهاية قناة مائية رومانية قديمة كانت تنقل المياه العذبة إلى سكان مدينة روما منذ العهد الروماني.
أما التصميم الذي نراه اليوم فقد اكتمل في القرن الثامن عشر، ويجمع بين الفن، التاريخ والعمارة بطريقة تخطف الأنظار. لكن شهرة نافورة تريفي لا تقتصر على جمالها، بل ترتبط أيضاً بتقليد رمي العملات المعدنية الذي يجذب ملايين الزوار كل عام. تقول الأسطورة أن من يرمي عملة واحدة سيعود إلى روما مرة أخرى، ومن يرمي عملتين سيجد الحب. أما من يرمي 3 عملات فهناك من يقول إنها ترتبط بالزواج. اليوم تعد نافورة تريفي من أكثر الأماكن زيارة في إيطاليا، ولا تكتمل أي رحلة إلى روما دون التوقف هنا ورمي عملة صغيرة مع أمنية. Scusi, can I ask you a question? How many times you clean it, the fountain? Twice a week. Friday and Monday, Friday and Monday. And how long take every time you clean up? 3 hours. 3 hours to pick up all the coins. 3, 4. 3 or 4 sometimes. Also 5 because it depends if they clean it. One Monday each 15 days. One Monday each 2 weeks. One Monday. 2 Monday per month. 2 Mondays They, each month they clean all the they clean fountain. all And the rest of the days you just take out all the coins. we get the coin and then they clean it. They clean it. 2 Monday. 2 days Monday. And today only pick up the coins, only take out the coins, Yeah. no cleaning. Okay, thank you. Do you know when you will finish? Like 1 hour? 11. 11. Okay, thank you. مثل ما سمعتوا انه يومين من كل اسبوع، يوم الاثنين ويوم الجمعة، يطلعون كل الكوينز من النافورة. ويومين من كل شهر مو بس يطلعون الكوينز، هم ينظفون النافورة كلها اذا بها وساخة او فشي. مثل ما قاعد تشوفون نهاية هاي الصندوق وتفشيه مثل المكنسة، تسحب الفلوس كلها وتخليها بهاي الماكينة. مثل ما قاعد تشوفون قاعد يطلعها من الماكينة الفلوس كلها وقاعد يخليها بدن الشياسة. وهنا الناس كلها قاعد تنتظر انه بس مجرد يخلصون تنظيف حتى ينزلون جوا من النافورة ويتمنون في التفشي ويرمون الكوينز. معدل ما يقارب 3000 يورو كل يوم يطلعون من هاي النافورة. طبعا كل الفلوس اللي يطلعوها من النافورة تروح إلى منظمة خيرية مهتمة بإطعام كل الفقراء والمحتاجين في روما. مثل ما قاعد تشوفون نظفوا النافورة كلها، شالوا كل الكوينز وهسه بدأوا فتحوا المي. وبعدين بعد شوية احتمال هسه قريبا يعني راح يجون يفتحون المكان فكلها تقدر تنزل هنا وتذب من جديد الكوينز. واذا جيتوا باكر ثاني يوم راح تلقيها كلها مليانه. طبعا التقاليد تطلب امنيه انه تلزم الكوينز بالجهه اليمنى وترميها بالجهه اليسرى وتطلب امنيتك. طبعا العمله النقديه اللي راح اذبها واطلب بها امنيتي هي 1 جنيه جبتها وياي من مصر، لانه اعتقد الرسم الموجود بال1 جنيه هو كلش ثمين واحتمال امنيتي تتحقق. بس قبل ما ارميها تقدرون تعرفون شنو امنيتي؟ لحظة هنا. اوكي بس راح اذبها راح ارجع بعد 25 سنه نفس المكان هذا يعني 2050 بالضبط واشوف اذا امنيتي تحققت او تغير في التشكيل. يلا 1 2 3 نشوفكم سنه 2050 نفس المكان روما. على الرغم من أن آلاف السياح يأتون إلى هنا كل يوم، إلا أن هناك سرا صغيرا لا ينتبه له معظم الزوار،
على بعد خطوات قليلة فقط من نافورة تريفي، وتحديدا إلى يمينها توجد نافورة صغيرة تعرف باسم نافورة العشاق. قد تبدو هذه النافورة عادية للكثيرين، لكنها تخفي وراءها قصة رومانسية قديمة. تروي الحكايات الشعبية أن عشاق مدينة روما كانوا يشربون من مياهها معا قبل فترات الفراق الطويلة، وخاصة في زمن الحروب والسفر. وبعد شرب المياه من هذه النافورة كان العشاق يكسرون الكأس الذي استخدموه كرمز إلى أن حبهم لن يتكرر مع أحد غيرهم، وأن الوفاء سيبقى بينهم إلى الأبد، مؤمنين بأن هذه المياه ستحفظ الحب وتضمن الوفاء. وهسه تعالوا وياي حتى نروح نشوف القناة المائية اللي توصل المي لهاي النافورة. تحت شوارع روما المزدحمة وعلى بعد خطوات فقط من نافورة تريفي تختبئ مدينة صغيرة لا يعرفها الكثيرون، تدعى فيكوس كابراريوس، أو كما يسميها البعض مدينة الماء. يعني النافورة هنا قدامكم، تجون هنا اكو هاي الكنيسة قاعد تشوفوها، تكملون كلها قبل هنا، وبعدين اول فرع من هناك على اليسار. بعدين تطلعون من هنا بعدين على اليمين راح نوصل لا تشيتا ديل اكوا. يعني لازم تجون وتزورون لا تشيتا ديل اكوا ذا سيتي اوف ووتر، مدينة الماء، لانه فتفشي كلش حلو من جوا، ويعطيكم فكرة القنوات المائية شلون كانت تشتغل في مدينة روما القديمة. البطاقة سعرها 4 يورو اذا انه بس تدخل، بس اذا تريد تور سعرها 8 يورو. حقيقة اعتقد ما عندهم حجز اونلاين، انه لازم تتصل بيهم، وهاي الارقام مالتهم موجودة هنا، تقدر تخابرهم واتساب او تليفون عادي. There is no booking online, right? I tried to check online. No, only by phone. So if anyone want to book any reservation, they need just to call. Hello. Hi. So the group tour is like a guide coming Yes, with. it's not guided. A guided tour. Okay, perfect. A video guide. Amazing, amazing. It would be 8 euros. Yes. Okay. So just downstairs, yeah? Yes, you can wait me downstairs. Thank you so much. هذا المكان يعود إلى العصر الروماني القديم، وكان جزءاً من شبكة مائية متطورة صممها الرومان بعبقرية لنقل المياه العذبة إلى قلب مدينة روما. والأمر المدهش أن مياه نافورة تريفي التي يشاهدها الملايين اليوم تمر فعلاً من هذا المكان، نفس المياه التي تجري منذ آلاف السنين ما زالت تسلك الطريق نفسه حتى يومنا هذا. طبعا هسه اني 9 مترات تحت الارض داخل مدينة روم الرومانية القديمة. Also here we have another important example of stratification. We found objects that goes from the 7th century to the 19th century, so a lot of time. And thanks to these objects we can try to understand more or less what type of people used to live here in the medieval land. We had these big buildings. Wow, so crazy. So crazy. And they were usually from the middle and the lower class. So on the ground level there were the shops. On the first level lived the workers with their families. We have to imagine a lot of people living in a very little apartments. And the upper floors, now the upper floors are for rich people. Now we have the penthouses on the upper floors. But during the Roman age the upper floors were for the poorest, because there were more stairs to do. In event of fire there were the others to live. But this little part here is actually one of the first example, or one of the most important urbanization projects of the city of Rome. We are in the 64 AD and we are under the empire of Nero or Nerone. طبعا مثل ما شرحوا لنا بالتور، هذا هو عبارة عن بيت طبعا مبني بفترات مختلفة. يعني تشوفون هسه هنا اكو درج جوا بناء، واكو درج ثاني هنا، خلي اراودكم اياه من الصفحة الثانية يبين اكثر. هذا درجة هنا، يعني كانوا يبنون فترة بعد فترة فيصير بناء واحد فوق الثاني، فلذلك تسمى روما
مدينة اللازانيا لأنه هون طبقة فوق طبقة. But we use the aqueduct today to supply the most important monumental fountains in Rome. And whatever here is everything's found in the houses. Yes, not everything comes from here. For example, the statue of Horus comes from an Egyptian temple that was on the Quirinale. Okay. So on the hill of Quirinale. So stolen from Egypt. Yeah. As our No, actually was Something was gifted. some, but Some, something but like they a say celeb- gifted. a So how celebration. gifted we don't know. It was many years ago. The celebration of the Egypt was here during that time. but most of the artifacts in museums around the world were stolen. Every museum That's in every correct. country. Yeah. But every in London, all those Yeah. museums, all that stuff from Yeah. Egypt. Egypt and Iraq. But also If Greece. you go in any museum, you'll find some part from Iraq, some part from Egypt. Like I have been in Also- different museums. Also from Greece. They Greece, like that's all the Greece, that's Parthenon- correct, yeah. The Yeah. Parthenon. And I heard the Pantheon stones that you bring from Egypt. Is that correct? By ships? Also like both of them. I don't know the obelisks from Yeah, Egypt. obelisk. Yeah, Absolutely. yeah, You yeah. can see that. Okay. It was amazing tour. Thank you so much. Thank you. Nice meeting you. Nice. مدينة الماء ليست مجرد موقع أثري مخفي، بل دليل حي على أن روما لم تكن مدينة جميلة فحسب، بل مدينة عبقرية سبقت عصرها في الهندسة والتخطيط منذ آلاف السنين. يلا خلينا نكمل رحلتنا باستكشاف روما. قاعد تشوفون انتبهوا كلش هواي من جنطكم وغراضكم. هاي سبقوها خطية وجوازها وكل غراضها. فدير بالكم. So this is the line? Okay. بما انه احنا في ايطاليا فاكيد لازم نجرب الباستا الايطاليه. هذا المطعم معروف يعني عنده اكثر من 7000 ريفيو بجوجل. كل الكومنت اللي قريته اونلاين كان بوزيتيف، بس خلونا احنا نفوت ونجربه بنفسنا. بس قبل كل شيء خلينا نحكي على الاكل الايطالي. قبل ما تبدون وتنتقدوني اذا راح احكي على الاكل الايطالي، بس خلوا بالكم انا احتمال اكثر واحد اكل باستا من كنت صغير. والدي الله يعطيه الصحة والعافية من رجع من ايطاليا، من والدتي تروح في مكان ويسوي لنا هو اكل كان بس باستا. يعني اليوم نعرف انه هو موجود بالبيت فنعرف رأسا انه اكلنا باستا، كان يسويها طيبة يعني ما اقول غير شيء. الشيء اللي اريد ابينه يعني ما اعرف شلون انه المطبخ الايطالي هو مطبخ رقم واحد بالعالم. يعني انا احب الباستا، احب اللازانيا، احب البيتزا، بس ما اكلها هواية يوم ورا يوم مستحيل. يعني هي مو تحيز، بس اذا نقارن المطبخ الايطالي ويا المطبخ العراقي بالنسبه لي شخصيا ماكو اي مقارنه ابدا. فما اشوف انه اكو التنوع بالاكل الايطالي في شيء يقدر يميزه عن باقي الاكل الموجود بالعالم، وهذا رايي الشخصي طبعا. بس بما انه احنا في ايطاليا فاكيد لازم ناكل بيتزا ولازم ناكل باستا. مثل ما قاعد تشوفون هذا السيره كله لهنا. هاي هنا وين وصل السيره لهنا. بس اراويكم هنا شلون قاعد يسوون الباستا. على كيفهم تاتي تواتي. من هذا السر طويل. سوري. ذاك الباب؟ تدلع. على قد حفاظين. يعني بعد ما هنا تكمل تجي هنا تقطعهن يوزنوهن، يعني اعتقد هي هاي تكفي كل شخص.
cacio pepe, I hear it's Sure, it's something we need traditional to try Roman. it here. Traditional Roman. It's a Roman. It's a Roman one. Let's go for cacio pepe pasta. Let's give it a chance. If it's not good, you know, for next time. Thank you so much. Thank you. هواية كاتبين كاتشو بابا باستا عندهم هنا كلش طيبة فخلينا نجربها. The team is called the other restaurant. There is two. There are 5. There are 5 طبعا هو قال عندهم فروع هواية بروما، عندهم 5 فروع تلقوها بكل روما. بس السؤال مهم، صح هذا المطعم يسوى هالهوسة كلها؟ خلينا ناكل الباستا اللي وصيتها ونشوف بعدين. يعني مثل ما قاعد تشوفون هي مجرد يعني باستا وياها التشيس الخاص بيها والصوص. نجربها واعطيكم رايي. بس بالمناسبة بالعراق احنا ناكل الباستا شطل وكاشوقة، بس هنا ياكلون شطل وسكين. يعني حقيقة مثل ما تتوقع يعني ما راح اقول انهم ما طيبة، بس فشي عادي يعني مجرد انهم صوص تشيز باستا. والباستا هنا بايطاليا بالمناسبة مي يسووها مثل متعودين ناكلها بالعراق شوية لينة، لا يخلون بيها شوية هيك مثل القوة، حتى لا هناك نخليها يعني تطول اكثر بالمي الحار تصير شوية الين. هنا لا قاعد تشوفون بيها قوة يعني مو لينة كلش. Can I pay? Thank you so much. I'm just wondering how people can rate it #1 in the world. Do you agree with me? No. Thank you so much. قاعد باعون هنا يعني فول مطعم كلش فول. That's okay. الإيطاليين بصورة عامة يعني ما عندهم أي سترس. Hello, Mr. Hello. I am very good. What about you? My table, oh no. 1-1. 19. Sounds perfect. It's okay? Oh, yes, perfect. Ciao. Do you like your pasta? Very good? Okay. It's all different, yeah? Yeah. Smart. Do you share? Good. Some people share in Mexico. That's perfect. Absolutely, one day. Nice to meet you, ladies. Nice to meet you. See you maybe next time. Okay, bye-bye. مكسيكا حبابين يعني دول كانوا واقفين ورايا بالسر شافوني انه هذا صور وقاموا يقولوا لي انه انت منين وشنو قاعد تسوي هذا الفلوج مالتك وعزمونا لمكسيكو نروح لمكسيكو بس خلينا نخلص يوروب اول شيء. بعد ما تاكل الباستا تجي هنا هاي الفيو حتى تحرق كل الكالوريز اللي اكلتهن. خلينا نشوف الفيو تسوى. Sorry, excuse me, can I ask you a question? This place, the view? This one. You can enter from that way. Just there. Yes. Thank you This so much. one you can see. Oh, from here? Yeah. Turn To the right. Turn right, and then you can see the I will gate. see them. Yes. Amazing. Yeah. Thank you so much. Have a Yes, good this day. one, yes. Thank you. Bye bye. It's not open here, no? You are searching for the entrance. Yeah, but she told me this gate, no? Okay, maybe the next one. Where are you going? Can you guess? North America, I think? America? No. No, far away from America. Far away from America. Yeah. The other side? Europe. Europe. I live in Europe, Okay. but Where in Europe? Germany, Spain, Sweden. Sweden. But Nice. originally I am from Iraq. Welcome from Egypt.
انت مصري؟ يا وسهلا. اجدع ناس حبيبي. والله الحمد لله الحمد لله. انت ساكن هنا بمصر؟ ايه لا ساكن بايطاليا؟ لا جاي سياحة. انا كنت بمصر قبل ما اجي على بجد؟ اي والله سياحة. بالقاهرة. كان في عندنا عرس بالقاهرة. اي والله فرحنا زيارة وجينا. كنت في روما، جيت على روما على طول ولا روما؟ لا رحت كمان عرس ثاني بايطاليا. ما شاء الله هالشهر والله يا رب ده ان شاء الله. الله شو منظر. انا جاي اصلا عشان الفيوز. الفيوز نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. يلا انا شايفك سوي فلوجينج. هذا المكان تجون تزوروه بعد ما تخلصون فرتكم بكل روما. خلينا نراويكم اياه. بتفشي مو طبيعي. اذا قاعد تشوفون ذاك الفاتيكان هناك اذا مبين عندكم، هذا الجندي المجهول، ومن هنا يعني يعطيكم في الفيو على كل مدينة روما. فشي كلش رائع. ومثل ما شفتوا الناس بدأت تتجمع هنا قبل وقت الغروب. طبعا اكيد راح اخلي لكم اللينك مال كل الاماكن اللي زرتها حتى بسهولة تقدرون تعرفون هي وين. وهنا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية الجزء الأول من مغامرتنا في روما. لكن لا تروحون بعيد، لأن رحلتنا في استكشاف هذه المدينة الرائعة قد بدأت للتو. اشتركوا بالقناة الآن وفعلوا جرس الإشعارات، وخلونا نكمل الرحلة سوا في واحدة من أقدم وأجمل مدن العالم.